هل يمكن لصوت العدالة أن يخترق جدران الصمت المريب في مكاتب القاهرة، أم أن لغة المصالح والنفوذ ستبقى هي السائدة في أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؟ ما حدث خلف الأبواب المغلقة في جلسة الاستماع الأخيرة لقضية الموسم، قضية الهلال السوداني ضد نهضة بركان، لم يكن مجرد نقاشا قانونيا جاف، بل كان مواجهة كسر عظم كشفت عن تفاصيل صادمة تخرج لأول مرة إلى العلن، تفاصيل تضع مصداقية الكاف على المحك أمام العالم أجمع. تخيلوا أن الفريق الذي يقاتل في ظروف مستحيلة ويحمل أحلام شعب تحت أزيز الرصاص يجد نفسه في مواجهة لوبيات إدارية حاولت بكل قوتها طمس الحقيقة في ليلة الجلسة. الحقيقة الصادمة التي سنتحدث عنها اليوم ليست مجرد إشراك لاعب موقوف، بل هي الفضيحة الإدارية التي تكشفت في كواليس الجلسة حول كيفية إصدار قرار رفع الإيقاف المؤقت للاعب حمزة الموساوي. في 45 ثانية القادمة سأضعكم في قلب الغرفة السوداء لجلسة الاستماع، وسأكشف لكم المستند القاتل الذي قدمه محامو الهلال وصعقوا به اللجنة القانونية للكاف، وهو ما يجعلنا أمام قرار متوقع قد يقلب الطاولة على الجميع. ابقوا معنا، لأن ما جرى في تلك الساعات الطويلة سيغير نظرتكم تماما لمن يدير خيوط اللعبة في قارتنا السمراء. الكواليس التي تسربت من جلسة الاستماع تشير إلى أن الدفاع القانوني للهلال السوداني لم يذهب ببيانات إنشائية، بل ذهب بترسانة من الوثائق والمراسلات السرية. الصدمة الكبرى التي اهتزت لها القاعة كانت عندما قدم محامي الهلال بريداً إلكترونياً داخلياً يظهر تضارباً صارخاً بين لجنتي المنشطات والمسابقات في الكاف. التفاصيل تقول إن لجنة المنشطات كانت قد أوصت باستمرار إيقاف اللاعب حمزة الموساوي لعدم استيفاء الشروط القانونية لرفع الإيقاف، ولكن وبقدرة قادر صدر قرار مخالف من جهة إدارية عليا داخل الكاف قبل مباراة الذهاب ب48 ساعة فقط. هذا المستند وضع ممثلي الكاف في موقف لا يحسد عليه، حيث بدوا عاجزين عن تفسير هذا القفز فوق اللوائح الدولية التي تفرضها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وادا. الهلال لم يكن يشكو نهضة بركان فحسب، بل كان يضع الكاف في قفص الاتهام بالتواطؤ الإجرائي لتسهيل مشاركة لاعب اعترف بلسانه بتعاطي مادة المحظورة عندما تنازل عن العينة بي. المفاجأة الثانية التي فجرتها الجلسة كانت تتعلق بالتوقيت الزمني. الهلال أثبت بالدليل القاطع أن طلب الاستئناف الذي قدمه النادي المغربي لرفع الإيقاف المؤقت تم قبوله في زمن قياسي لم يتجاوز الساعتين، وهو أمر مستحيل تقنيا وقانونيا في قضايا المنشطات المعقدة التي تتطلب مراجعة طبية دقيقة. هذا الاستعجال المريب كان النقطة التي ارتكز عليها الهلال ليؤكد أن هناك يدا خفية كانت تعمل لضمان وجود المساوي في التشكيلة الأساسية ضد الهلال. الجلسة شهدت لحظات من التوتر العالي عندما حاول ممثلو الكاف التذرع بثغرات إدارية ليرد عليهم الجانب الهلالي بصرامة. القانون لا يعرف الثغرات عندما يتعلق الأمر بصحة ونزاهة الرياضة. نحن هنا لا نتحدث عن خطأ في تبديل لاعب أو لون قميص، نحن نتحدث عن خرق للميثاق الأولمبي الذي قد يجر الكاف إلى عقوبات دولية من الفيفا والوكالة الدولية للمنشطات. وبينما كانت الجلسة مستمرة برز سؤال جوهري هز أركان القضية: أين هو التقرير الطبي الذي بني عليه قرار براءة اللاعب المؤقتة؟ الصدمة كانت في عجز الجهات المعنية عن تقديم تقرير طبي مفصل يبرر وجود المادة المنشطة في دم اللاعب، مما يعزز فرضية الهلال بأن القرار كان سياسيا وليس قانونيا. هنا تبرز القوة الجيوسياسية للكرة المغربية داخل الكاف، وهو ما حاول الهلال الالتفاف عليه عبر مخاطبة الروح الرياضية والقوانين الصارمة. الهلال السوداني سيد البلد أثبت في هذه الجلسة أنه ليس لقمة سائغة، وأنه رغم جراح الحرب يمتلك كفاءة قانونية قادرة على إحراج أكبر المنظومات القارية. المحامون الدوليون الذين استعان بهم الهلال أكدوا أن ملف المنشطات هو كعب أفيل الذي سيسقط منه الكاف في هذه القضية، لأن التلاعب فيه لا يغتفر دوليا. الآن نأتي إلى القرار المتوقع الذي بدأ يلوح في الأفق. المصادر المقربة من مراكز القرار في القاهرة تشير إلى أن الكاف في مازق الحقيقي. القرار المتوقع لن يكون سهلا، فإما الاعتراف بالخطأ وإعادة نقاط المباراة للهلال، أو إعادة المباراة كحل وسط وهو ما يعني انتحارا إداريا للكاف واعترافا بالفساد، أو المسار الثاني وهو رفض الشكوى بحجج وهي لغلق الملف محليا. ولكن هنا تكمن المفاجأة الكبرى. الهلال السوداني أخطر اللجنة رسميا في نهاية الجلسة بأنه في حال عدم صدور قرار منصف فإن الملف سينتقل فورا وبشكل تلقائي إلى محكمة التحكيم الرياضية كاس في سويسرا.